إذا منتخب مصر يبلغ الدور ربع النهائي لكأس أفريقيا المغرب 2025. كابتن سمير، تأهل 3-1. أنا يصعب علينا نقول أنه تأهل صعب لأنه 3-1، لكن في نهاية الأمر تأهل جاء بعد 120 دقيقة. محمد صلاح غاب تقريبا في طوال المباراة. في الأول بدأ تمريرة كانت مرموش ضيع تقريبا الانفراد، ولكن في نهاية الأمر نجوم كبيرة تكون مؤثرة عنه تظهر في الأوقات المهمة جدا ويحسم الفوز ب3-1. يبدو أن هذه المباراة كانت مخيفة شيئا ما للمدرب حسام حسن، ولكن في نهاية الأمر تعامل معها بطريقة إيجابية. لا الحمد لله طبعا على النتيجة، ولكن الأداء عليه علامات استفهام كتيرة. أما تخطأ في عناصر تحليل كرة القدم لازم تعيد حسابات نفسك كمدير فني على مستوى التشكيل، على مستوى نظام اللعب، على مستوى توظيف اللاعبين داخل الملعب. طيب خلينا ناخذ واحدة التشكيل. ما المؤاخذات؟ التشكيل طبعا انت يعني راس الحربة الوحيد اللي عندك انت ما بتلعبوش مصطفى محمد، وخصوصا في ظل احنا والكابتن ربيع يعرف ان المواجهات الافريقيه صعبه جدا في الالتحامات في العمق الهجومي. لعيب ستيشن قوي يقدر تطلع عليه، يعني ولا صلاح راس حربه ولا مرموش صلاح راس حربه. نمره 2 حته حمدي فتحي اللي لعب في الحته دي، انت متحفظ زياده دفاعيا. منتخب الوطن المصري ليه شخصيه وليه تاريخ، مهم جدا تلعب 4-3-3 وتعمل هاي بريسنج وتبقى المبادره ليك وتبقى انت الخطوط بتاعتك متقاربه. لو احنا شفنا النهارده في فوضى تكتيكيه داخل الملعب، في مسافات صعبه جدا بين الثلاث خطوط، ده مش المنتخب الوطن المصري. العمود الفقري عندك مهتز، ان كان على مستوى حراسه المرمى، على مستوى حتى قلوب الدفاع. الوحيد اللي في وسط الملعب لعيب اجريسيف وشرس جدا مروان عطيه، وهو من نجوم المباراه هو حمدي فتحي، سجل الهدف الاول اكيد وفتح لنا طبعا اللقاء. فاذا انت على مستوى التشكيل لا كان في علامات استفهام. على مستوى نظام لعب، مش منتخبنا الوطني المصري امتى يلعب ب3-5-2 لما يكون عندك اظهره يجود عمليه الصعود والرجوع، يكون الشق الدفاعي والهجومي على نفس القدر والمستوى، يكون عندك ثلاثي في وسط الملعب 8 يجيدوا بوكس تو بوكس في عمليه الهجوم والدفاع. فطبعا الشناوي اخطا خطا صعب جدا، لان الكره كانت يعني مفيش ضغط عليك، عندك وقت وعندك اللي انت تطلعها على اطراف الملعب. فاذا احنا نستفاد، لان ده فخ احنا نجينا منه، واحنا ما استوعبناش درس منتخب المغرب ومنتخب تونس. يعني منتخب تونس وقع في فخ امام مالي، ومنتخب المغرب وقع برضه في فخ، وكان ماتش صعب جدا صحيح. امام تنزانيا. فاذا على حسام حسن، وانا اتمنى له كل التوفيق، لانه هو طبعا قائد منتخبنا وهو المدير الفني لمنتخب الوطن المصري. حسام حسن لازم يعيد خصوصا انه المنافس سيكون مختلف تماما، غالبا كوت ديفوار او بوركينا فاسو. بس يا يوسف في حاجه، احنا مع الكبار بنشتغل كويس، تمام، لان اللعيبه كلها بتبقى التحضير الذهني بيكون جيد، تركيز عالي، بتكون انت اجريسيف جدا في الماتش، المواجهات الثنائيه انت بتفوز بيها. احنا على مستوى الاستحواذ دي سلبيه كبيره يا يوسف. انت تخيل المباراه مين السلبيات اللي انت مش عارف تحتفظ بعمليه البيلد اب والهجوم المنظم، وخصوصا ان انت عندك مواهب على اعلى مستوى في الفريق. طبعا مرموش، صلاح، امام عاشور، زيزو، تريزيجيه، فاللعيبه بتقدر تعمل بوزيشن كويس قوي. ولكن يعني فهمت من عندك انه يجب فك القيد عن اللاعبين، لازم تديهم الاريحيه شويه، لان شروط الاستحواذ هي الانتشار الجيد، التحرك بين الخطوط، طلب الكره في مساحه، عمليه المسانده والاسناد، وعمليه انهاء الهجمه بشكل متميز مع التنظيم الدفاعي الجيد خلف الهجوم. طيب كابتن ربيع العفوي، مساء الخير، اهلا بك معنا. محمد صلاح، الأرقام تأتي، الإحصائيات في حقيقة مميزة لهذا اللاعب. لأول مرة يسجل 3 أهداف في بطولة واحدة، سجل هدفين في 2017 2019 و2021. أصبح الهداف الثالث لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ب10 أهداف، بعد حسام حسن 11 هدفا وحسن الشاذلي ب12 هدفا. يعني تبقى له هدف ويعادل رقم مدربه حسام حسن، وهو صاحب أكثر هدف تأخيرا لمصر في كأس أفريقيا في الدقيقة 123. في نهاية الأمر ستحتاج للنجوم يا كابتن ربيع. تبعنا مثلا المغرب أمام تنزانيا كانت معقدة، وحل العقدة إبراهيم دياز بحركة فنية وبهدف حرر المغاربة جميعا. وصحيح، لكن ممكن الأداء يختلف عن الثنائي الذي ذكرت، سواء كان برايم دياز أو صلاح. برايم دياز حتى على مستوى الأداء وعلى مستوى اللعب أعتقد بأنه كان جيد جدا.
لكن بالنسبة لمحمد صلاح ليس محمد صلاح الذي نعرفه جيدا، خاصة على مستوى اتخاذ القرار، وكذلك على مستوى واحد ضد واحد. لاحظنا بأنه مثلا في مباراة اليوم لم ينجح كثيرا، تمريراته كانت خاطئة. اللهم ممكن التمريرة الأولى التي كانت في بداية المباراة كانت ممكن تكون تمريرة حاسمة لو تصرف مرموش بطريقة جيدة. وكذلك في عملية طلب الكرة في الدقيقة 123 يؤكد لك على قيمة هذا اللاعب على المستوى الفني، حضور على المستوى الذهني، وكذلك رغم المشاكل التي يعاني منها مع ليفربول هو حاضر كذلك على المستوى البدني، مما يخوله أن يقوم بعملية سبرينت تقريبا 40 أو أكثر من 50 متر، ويتم التسجيل بتلك الطريقة بخارج القدم. لكن الأكيد بأنه محمد صلاح لا نحتاج كذلك يعني نأتي على خصال هذا اللاعب وما يحققه. فأعتقد بأنه الأرقام التي ذكرتها والأرقام التي حققها مع ليفربول يعد من أبرز اللاعبين على مستوى تاريخ الكرة العالمية وليس فقط العربية أو الإفريقية. هل أحسست كابتن ربيع بأنه متأثر بوضعيته الحالية في ليفربول أم أنه جاء مثل متنفس في المشاركة الإفريقية بالنسبة لصلاح في وقت يعني مر بسبتمبر أكتوبر نوفمبر بداية ديسمبر كانت أوقات صعبة عليه في ليفربول؟ النجوم مثل صلاح أعتقد بأنه يكون دائما تحت المجهر، وتنتظر منه سواء كان إطار فني أو إدارة أو جمهور على أنه دائما ما يكون جيد على مستوى المباريات. فقط بأن اللاعب يتراجع ممكن أو ينخفض مستوى، وهذا حالة طبيعية بالنسبة لكل اللاعبين والسنوات التي يلعبونها. ممكن يتم النقد هذا اللاعب، وكذلك حتى أن يكون ممكن سوء تفاهم ما بينه وما بين المدرب. لكن أنا شخصيا يعني على مستوى الواقعية وعلى مستوى أنه كان لاعب حاسم، كان لاعب حاسم. سجل ضربة جزاء مع جنوب افريقيا، اعتقد ضربه جزاء اللي كانت في الهدف الاول. مع زيمبابوي سجل هدف الفوز، كان الفريق متعادل. اليوم كما قلت سجل هدف في وقت حساس وفي وقت جيد، يعطي حسم المباراه وحسم المباراه، ويعطي كذلك دافع معنوي على انه حاضر حتى ولو انه لا يكون في مستواه الطبيعي، قادر على انه يعني يخلص المباراه، يعني يظهر في لحظه تكون مؤثره.